جدع شوف انت الكلاب دي، شوف انت الكلاب حريص وقع. هي دي وصية اخوك يا ياسين؟ لو انت كمان بتلغي من الشبابيك ما انتش عارفه. الغي ايه؟ الغي ايه يا عم انت؟ يا اختي ما انتش عارفه الغي يعني ايه؟ ايوه يا اختي هقولها لك يا اختي. شوف يا صباح، انت لازم تسيب البلد وتمشي. امشي ليه؟ امشي ليه؟ انا ما عملتش حاجه. انت لازم تشوفي لك حته تانية تعيشي فيها، واذا كان علينا احنا هنسطر عليكي ومش هنجيب سيره عن اللي احنا شفناه. هو انتوا شفتوا ايه؟ وتستروا عليا؟ ما عملتش حاجه عشان تستروا عليا اصلا. يا بنت يا بنت انت تستعملنا، ده احنا كل يوم قافشينك مع شاب من شبان البلد. قفشني؟ قفشني يعني ايه؟ قافشينك؟ مش عارفه قافشينك يعني ايه؟ خلاص خلاص يا حاج محمد، خلاص مش ناقصه كلام قبيح بقى اكتر من كده. اصروا. انا ما فيش راجل لمسني في حياتي، انا اشرف واحده في البلد دي كلها. اشرف واحده؟ اشرف واحده يا بنت الكل، يا بنت الكل. اشرف واحده يا وسخه. شكلك هتلفي وتدوري يا صباح. شوف البنت دي احسن حاجه تركب حماره بالمقلوب وتلف البلد كلها عشان كل البلد تشوف اشرف واحده. طب ما تجيبوا اللي كان معايا وتسالوه، ولا هو عشان ليه اهل وناس مش عايزين تجيبوا سيرته؟ ايوه طلعي اللي في عبك يا بكحه. اخس عليك يا صباح، وانا اللي كنت بمني نفسي ان احنا نكون غلطانين. انتوا عايزين تتهموني زور عشان ماليش اللي يحميني، انما اللي حمايه مش عايزين حتى تجيبوا سيرته. اتلمي يا عهره. انا مش عهر، انا شريفه وطاهره وبنت بنود، وعمري ما في راجل رمز ضفري. العاهر هو اللي يستوى على الضعيف. يا بنتي ايه يا شيخ محمد اهدى، مش كده. ما انت شايف البنت بكحه دي بتقول ايه؟ طيب يا شريفه يا بنت البنود، وحياه امك لاجيب اللي يكشف عليكي ويقول لنا ان انت بنت بنود بصحيح ولا ندوراها. معناته ايه الكلام ده يا حاج محمد؟ اللي معناته ايه؟ اقول لك اكشف عليها انت يا دكتور. بتقول ايه يا شيخ محمد؟ اكشف عليها مش انت الدكتور، اكشف شوفها بنت بنود ولا لا. يلا بينا يا فتحي، يلا بينا نكشفها. انا مش هعمل كده ابدا. مش هي بتقول انها بنت بنود؟ خلاص نكشف عليها، ان ما كانتش بنت بنود تمشي بقى بجرستها، ولا ايه يا استاذ فتحي؟ كلامك مظبوط يا حاج محمد. انتوا عايزين تتكتروا عليا وتعروني يا مشايخ يا كبار، حرام عليكم، إلهي ما يستر لكم كده ابدا يا بعدة. يا فجرة يا بكحة، شفت البنت؟ اهو بكره كده تبجح فينا قدام الخلائق كلها. لا انت تجيب لها الوليه ام مساعد الدايه تكشف عليها، واذا كان كده ما تباتش فيها، دي فيها خطوره على عيالنا. احنا مش قلنا انها تمشي من البلد من سكات وخلصنا؟ ومن سكات ليه؟ مدام قليلة الادب ولسانها طويل تبقى خلاص تمشي كده تتفضح في قلب البلد كلها، واللي ما يشوف يتفرج. اعملوا اللي تعملوه، انا في البيت، ولما توصلوا لنتيجه ابقوا بلغوني. يا دكتور رؤوف. ماشي يا دكتور رؤوف، يا دكتور رؤوف والنبي ما تسيبنيش. الله يا دكتور رؤوف. اقفل تعال. يا فتحي. ايوه. روح هات الوليه ام مساعد الداي بسرعه، خلينا نخلص. فتحي. ايوه. استنى بلاش الوليه الدايه دي، اصلها نسوان وهتداري وهتخبي. روح هات عبد السميع. عبد السميع الحلاق حرمه تتكشف على راجل؟ لا ده بزياده قوي يا شيخ محمد. وهو عبد السميع الحلاق ده مش هو اللي مطهر بنات ولاد البلد كلهم؟ يعني كاشف ومطلع، ثم راجل كبير عدى ال70. فكرك كده؟ يلا يا فتحي يلا خلينا نخلص. طب الحمد لله ان النهارده الجمعه، والا كانت العيال هجمت علينا وبقت الفضيحه فضيحتين. يا اخويا ما تستعجلش قوي كده، دلوقتي العيال تهجم هم واهاليهم، واللي ما يشتري هيتفرج. ايوه. طب ما تروح انت يا شيخ محمد تجيب عبد السميع وانا هقعد احرسها. لا يا حبيبي احنا نروح مع بعض سوا، ما ننساش نجيب ملايه. طول عمرك ما يفوتكش حاجه من الاصول ابدا. اعمل ايه؟ بخاف من ربنا. طب كل دي. حاضر يابا، والله العظيم ثلاثة أنا شبعت. طب الشقة دي بس يا ابني عشان أطمن عليك وأنت مسافر إنك شبعان. طيب أها. بس أنا الحمد لله أنا عايز ألحق أروح البيت في البندر
اجيب لك الورق واسد بق 6 شربات بالقرشين اللي انت اديتهم لي، واعمل كل ده والحق اجي هنا قبل صلاه الجمعه. ان شاء الله هتلحق. بس بقول لك يا حسنين، نعم. ما تجيبش سيره قصاد همام اخوك على حكايه الوظيفه دي عشان ما ياخدش على خاطره. حاضر. اكمنه يعني ما كملش علامه. حاضر. صباح الخير. مبدر يعني يا همام على غير عادتك. عندي مشوار. ازيك يا اخويا؟ الله يسلمك يا حسنين. على فين كده؟ ابدا انا بعته البيت بتاعنا اللي في البندر يجيب لي شويه حاجات انا محتاجهم. طب لما تخلص تعال ننزل سوا، انا رايح قرب المحطه. طيب لا 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 توكل على الله، انت شوف مصلحتك. هو لسه شويه يعني، لسه هفطره. انا خلصت. لسه. طيب السلام عليكم. السلام ورحمه الله وبركاته. يابا لسه بتخطر؟ معلش شوية كده لحد الحرارة ما تنزل. لا دي بتزيد. ما خلي محمود يشوف دكتور. وماله يا زينب، خليه يجيب الحكيم. بس في الآخر يا بنتي الشافي هو ربنا. الا الله. المعلمه شربات. والنبي ما تروشنيش. لا اله الا الله. لا اله الا الله ولا حول ولا قوه الا بالله. ليه كده؟ السلام عليكم يا معلمه شربات. لا سلام ولا كلام يا شيخ حسنين، ده مش اتفاقنا. الله، ما انا جاي اهو حسب الاتفاق. الله، وجايب لك معايا فلوس. المتاخر كله عليهم شهرين مقدم. واد يا ممدوح، تعالى يا واد طلعوا الحاجه الجيران اللي بعديها برضه. هو ده العشم. لا اله الا الله. استغفر الله العظيم. عمل لك ايه مرغني؟ بهدلنا اخر بهدله زي ما سعادتك شايف كده. وقلت له ايه؟ قلت له جاد هو اللي اشترى البارود من ورا همام، وانا ما كنتش اعرف ان رزيتك انت ورجالتك يا سمر غني. كده يبقى جاد في حيازته يا ريس. هنشوف. امسك. شكرا يا همام. ما تردش ايد الكبير، انت كده بقيت من رجالته يعني تخصه. من ايد ما نقدمهاش يا همام. يلا يا عمار. ما انتم مشرفينا شويه. شاكرين. يدوم. سلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله.